أولا، عليك أن تسمع القرآن لأطول مدة ممكنة في الليل والنهار. إن سماع القرآن بشكل عام يساهم في إعادة برمجة الدماغ، حيث تحدث تغييرات كثيرة في الحالة النفسية والفيزيولوجية. وللحفاظ على الوزن الطبيعي أو قريبا منه، فيجب عليك الاستماع إلى القرآن أثناء وجبات الطعام. إن هذه الطريقة تخفف كمية الطعام المستهلكة، ومن جهة أخرى تنشيط الخلايا وتهيئتها للعمل بأفضل طاقة ممكنة. فالسبب الرئيسي لزيادة الوزن تكمن في الخلل الذي يصيب نظام عمل الهرمونات في الجسم. والاستماع إلى القرآن بشكل منتظم يساهم بشكل رائع في تنظيم واستقرار عمل الهرمونات، وبالتالي يقوم الدماغ بإعطاء الأوامر الصحيحة لحرق الدهون والاحتفاظ بالفيتامينات والاستفادة من المعادن بالشكل الأمثل. ربما تعجب من هذه الطريقة البسيطة جدا وقد لا تصدق، ولكنها حقيقية، وجربها بنفسك. كيف تأكل بشكل صحي وآمن؟ تلك الطريقة الأفضل هي التي أخبرنا بها الله عز وجل ورسوله الحبيب. ومن يتبع القرآن والسنة في تناول طعامه وشرابه فلن يمرض أبدا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الشريفة، ما معناه أن المسلمين لا يمرضون ولا يحتاجون إلى أطباء، لأنهم لا يأكلون حتى يجوعوا، وإذا أكلوا لا يشبعوا، لأن المعدة بيت الداء، فيجب عدم ملئها بالطعام، وتقسم احتياجاتها إلى ثلاث: ثلث للماء والشراب، وثلث للطعام، وثلث خاليا للتنفس. وهذا يفسر أحدث نظام توصل إليه الغرب في الرجيم، وهو شرب 8 أكواب ماء في اليوم على الأقل. 2 كوب على الريق، من غير الضروري أن يكون ساخنا، لأنه لن يصل إلى المعدة ساخنا، لأن درجة حرارته ستعادل درجة حرارة الجسم. ثم بعدها 2 كوب ماء قبل كل وجبة، ثم تناول طبق من السلطة الخضراء، ثم طبق من الفاكهة، ثم بعدها يبدأ في تناول الطعام، كما قال الله تعالى في سورة الواقعة: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وكما يخبرنا الله في الآية: لقد سبقت الفاكهة اللحم. وهذا هو الرجيم الحديث جدا، سبحان الله وبحمده. فمهما بالعلم يرتقون، فالله أعلى مما يتصورون.